السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم بقى محشي تحفة بجد، طريقة جميلة حلوة قوي قوي قوي. سامحوني بقى لي 3 ايام مفيش نت عندي، مش عارفة انزل فيديوهات، اقسم بالله وزهقانة خالص. معلش ان كان حد نزل فيديو ولا حاجة وانا ما شاهدتهوش ما يزعلش مني، اقسم بالله بقى لنا 3 ايام النت مفصول عندنا ومش شبكة. فتعالوا بقى معايا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. وحشتوني جدا جدا جدا. حطوا اللايك بقى للفيديو الحلو ده وشجعونا كده، وكومنت حلو يشرح القلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معانا هنا كرومباية حلوة كده وكرومباية كبيرة وكرومباية صغيرة، هنعملهم ايه شوية محشي حلوين النهاردة. ماشي حبايب قلبي، تعالوا بقى معايا على النار. حطينا فيها حبة كمون وحبة ملح. هنسلق بقى الكرومبة بتاعتنا. هنا بقى طبعا ما عنديش صلصة، الصلصة خلصت لسه ما فرستش صلصة، لان انتوا عارفين ان انا من محبين الصلصة، يعني بحب الصلصة جاهزة بتنجز معايا في كل حاجة. ماشي يا حبايبي. فالمهم قلت طيب بقى الطماطم كده واضربها في الخلاط، واحط عليها شوية من البنجر كده، شريحتين من البنجر بيدوها لون حلو، ان الطماطم اليومين دول خضرة وانا بحب المحشي احمر وحلو. فطبعا هتسلقي الكرومبه كده يا حبيبه قلبي، ما تخليش الكرومبه تتهري منك ولا تستوي جامد. خلي الكرومبه ايه ماسكه نفسها كده علشان ما تتهريش منك، زي ما انت شايفه كده. تغطسي كده وتقلبي الكرومبايه شمال ويمين كده لما تاخد ايه في الميه شويه، وبعدين ايه تطلعي بقى ورقه بورقه كده. اهم حاجه ان الكرومبه ما تتهريش منك، لان الكرومبه لما بتتهري منك ما بتعرفيش تتحكمي فيها. يعني لما تبقى ناقصه سوا شويه بتبقى احسن ايه من ما تبقى مهريه. الكرنب الورق بتاعها بيطلع حلو. ودي الكرنبايه بقى الصغيره، هسلقها برضو زي ما انتوا شايفين كده، زي نفس النظام مع بعض كده. حبايب قلبي حطوا اللايك بقى لو كنت وصلت لغايه هنا كده، وكومنت حلو يشرح القلب. ربنا يشرح قلبكم وينولكم اللي في بالكم يا رب. ربنا ينولكم اللي في بالكم كلنا يا رب، ونكبر كده مع بعض يا حبايب قلبي. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. فالمهم يا حبايبي كده ايه زي ما انتوا شايفين كده بقى، هنحط بقى الحله كده ونعمل ايه التسبيكه بتاعه المحشي بتاعنا. فرمنا بقى بصلتين 3 كده في الكبة، نزلنا بشوية زيت ومعلقة سمنة كده حلوة. وقمنا ماسكين ايه مش هنحمر البصلة يعني جامد. وهنا بقى حبة فلفل كده حراق وفلفل بارد، خرطناهم، ونص ايه معلقة توم مفروم. وهنا كانت الصلصة اتسبكت، ونزلت كمان بالبهارات وبنص معلقة من التوم برضو تاني. وهننزل بشوية كده من الخضرة اللي احنا مخرطينها، ونسيبها ايه نقفل عليها كده لغاية ما نغسل الرز. طبعا انا طفيت البوتاجاز. هنا غسلنا الرز وحطينا بقى ايه بقية الخضرة كده، وحطينا شوية من الزيت وشوية من الملح ومرطناهم كده في الرز. ونزلنا بقى بالصلصة الجميلة بتاعتنا كده، قلبناها زي ما انتوا شايفين. طبعا المحشي بتاعنا احمر قوي وحلو. هنا بقى حطينا شويه ورق من الكرنب كده زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي. انا قعدت بقى في الارض لان ما بقدرش احشي وانا واقف. بجد انا مش بقدر احشي وانا واقف. حتى لو حشيت يعني معاكم رصه كده ولا حاجه وانا واقفه بكمل الباقي وانا قاعده، مش بكدب عليكم. المهم قعدت كده عشان ايه. وهنا بقى شويه من البانيه، صدر فرخه يعني انا قطعته كده بانيه بعظمه من غير عظمه زي ما انت عايزه، وحبه فلفل كده وايه، وهتبله من الجنبين. وهحطه ايه في قعر الحله كده على الخلطه اللي احنا حطيناها دي، على الطماطم وعلى رشه من الفلفل كده ورشه من الملح. وهنزل بقى كده ايه في قعر الحله كده، بيبقى حلو قوي مستوي وجميل جدا وبيدي ريحه وطعم للمحشي فظيع. اه والله العظيم مش بحب احلف لكم يعني عشان ايه تصدقوني. صدقوني كان حلو قوي وجميل، مفضش منه ولا صبع بجد والله. والله يا دوبك كفانا بالعافيه كده. عملنا برضو معاه حبة ملوخية وشوية رز من الأبيض ده وحبشنا الأكلة كده، عشان طبعا أم عمر بنتي كانت عندنا. وعملنا طبعا فراخ تانية مسلوقة وبتاع، بس أنا ما صورتهاش بصراحة يعني. فالمهم قعدنا بقى نحشي في المحشي كده، فهي قاعدة في ريحي، فبقول لها يا بنتي يا أم عمر ما تيجي تحشي معايا. قالت لي ماشي يا ماما. جت تحشي معايا. هي بصوا يعني ايه، مش عايزه تجيب ايدها خالص في الكاميرا، مش عارفه بقى. يعني كل عيلتي ما بيحبوش اليوتيوب، بيخافوا من اليوتيوب. واليوتيوب بيعض يا جماعه. اليوتيوب راجل محترم يعني ما بيعضش حد. ولا بيعض حد ولا بيزعل حد ولا اي حاجه. فالمهم قعدت تحشي معايا كده، سبتها بقى هي ومرات اخوها بعد ما عملت معاهم ايه رصتين في الحله كده. قلت لهم هحشي الممبار بقى. كنت غاسله التلاجة من يومين كده، ولقيت فيها كيس ممبار تايه كده في قلب الحاجه كده. ده المهم طلعته النهارده قلت اعمله مع المحشي.
لقيته ممبار بتاع ايه مش عارفه خروف ولا بتاع ايه بصراحه يعني، ممبار من الرفيع ده. فالمهم ايه قلت لهم بقى انا ايه هتحشوا المحشي مع نفسكم كده وانا ايه هحشي حبه الممبار. قالوا لي ماشي يا ماما. قعدت هي ومرات اخوها بقى تحشي وكملوا المحشي، وانا ايه جيت بقى ايه احشي بقى ايه الممبار. الممبار بقى يا جماعة أنا كنت شارية قمع ب25 جنيه، والله ما كنت راضية أشتريه، بس والله العظيم القمع ده نفعني في كل حاجة بجد، والله نفعني. عملت بيه رقبة الحمام، حشيت بيه الحمام. بص لغاية هنا بقى وأنا نزلت بقى على الممبار بقى. وحشيت بيه إيه الحمام، وحشيت بيه الممبار. هي قعدت هي ومرات أخوها وأنا قعدت إيه أحشي في الممبار كده. طبعا الممبار ده ايه صغير بتاع خروف، بس كان حلو قوي. شايفين اهو قعدت والله احشيه كده زي ما انتوا شايفين كده، بس اهم حاجه انك ما تحشيهوش جامد، تخليه يعني بصوا مبطط خالص. زي ما انتوا شايفين كده يعني عشان ما يطرشقش منك كده وايه. هو اصلا وانا هعمله بطريقه النهارده حلوه قوي هتعجبكم باذن الله، ولا خلته طرشق في الميه، ولا نزل رز في الميه، ولا في الشرب، ولا في اي حاجه. يعني هعمله بطريقه حلوه قوي النهارده. طبعا هو بيعذب شويه في حتت ضيقه جامد، بس انا ايه بصراحه ما سبتش منه حاجه، انا عملته كله. يعني ايه اللي ما تعملش معايا بالراحه اديرها في الناحيه التانية لغايه ما ايه ما ظبطته كده يعني. هو مش بيعذب جامد ولا حاجه، بس في حتت ضيقه يعني ايه بتعذبك شويه، مش مهم تدخليها كلها. يعني اهم حاجه ان انت تدخلي بس كده نصها، وايه وتحطي بقى الرز. بصوا بيناولوني بقى الرز كده في ايه في قلب ال القمع كده زي ما انتوا شايفين، وانا بقى بحشي كده. بصوا بقى تحشي بقى كده ايه هينزل منك اهو، شايفه اهو. والله حشو سهل جدا جدا وحلو قوي 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 اهو. شايفين انا حشت ايدي عشان بس اوريكم المنظر. يعني هو ايه مش بيغيب ولا حاجه، وتشد كده لتحت وتحشي، تشد كده لتحت وتحشي اهو. وبعدين الاخر بقى بتقومي سلتاه كده وبتقومي موزعه بقى الرز زي ما انت شايفه كده اهو. تقوم موزعاه فيه كله كده تخليه ايه مفيهوش يعني مش مليان ولا حاجه. شايفين مبطط كده وحلو. وهعمل بقى غيره ان شاء الله، اكمل كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده وارجع لكم تاني. رجعت تاني بقى بصوا هنا بقى الصاج اللي انا هعمل فيه ايه ال- الممبار. هترفيه زي الكحكه كده يا حبايبي، شايفين كده اهو زي ما انتوا شايفين كده، تلفيه كده وتبططي بايدك كده، تلفيه وتبططي بايدك كده زي ما انت شايفه كده. انا الطريقه دي حلوه قوي والله، ما خلت ولا رزايه وقعت منه، واستوى ولا حاجه طرشقت ولا حاجه اتفتحت ولا اي حاجه. والله احلى من اللي بيتسلق في الميه. حتى لو جبت الكبير برضه هعمله بنفس الطريقه دي. الطريقه دي حلوه وعجبتني قوي، انا جربتها اهوت وعجبتني وحلوه قوي، جربوها تعجبكم ان شاء الله. هنا لفيت كل الممبار زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزه تعمليه دورين في صينيه هتعمليه دورين في صينيه من اللي هي الغويطه دي. ماشي يا حبايبي. نزلت هنا بقى مش هحط شوربه ولا حاجه لان الممبار ما بيحتاجش شوربه. انا هحط ايه عليه ميه سخنه بتغلي اهو. بص يا جماعه يعني حطيت الميه بتاعته كده طلعت مظبوطه تمام، والممبار استوى مننا. كل شويه بقى ان انا ابص عليه واتك بس بالمعلقه كده واحركه كده شويه علشان ايه يستوي كله مع بعض. هنا كان الممبار استوى زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بحته من الزبده كده، نزلت بحته من الزبده وادهن بقى بايه بالفرشه كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ايوه كده تمام. حطه بقى في الفرن وارجع لكم تاني. هنا بقى ايه عملنا الشوربه كده، نزلنا بقى بالشوربه على المحشي بتاعنا عشان نطيب المحشي ايه ده كمان. زي ما انتوا شايفين كده تهز هزه بسيطه كده وايه وتغطي بقى عليه. هنا بقى انا كنت نسيت احط الغطا، حطيت غطا عليه من تحت بتاع، حطيته بس مش قدام الكاميرا. زي ما انتوا شايفين كده قرب يشرب الشوربه اهو. هشيلت الغطا وهغطي عليه بقى. وهنا بقى الاكل بتاعنا كان خلص. بصوا البانيه الفراخ بصوا مدايبه اقسم بالله وطعمها فظيع 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 والله العظيم. والمحشي كان حلو قوي. شوف انا فتحت لكم ازاي، ولا ني ولا اي حاجه، ومستوي وجميل جدا جدا. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. يا ريت الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم وينول اعجابكم.
لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لنا كل مننا كل جديد، يوصلكم مننا كل جديد، كل ما ننزل فيديو يوصلكم. يلا بقى، شايفين الحله؟ بصوا ما فيهاش اي حاجه، وجميل المحشي جميل معانا وحلو قوي زي الفل. اشوفكم فيديو جديد بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله الله. هنا بقى انا قلت يعني السلام عليكم، بس انا طبعا هغرف ده برضو زي اوريكم ايه الغرف بتاعه. عايزه تسيبيه كده بقى تسيبيه، مش عايزه تسيبيه كده تقطعيه صوابع زي ما انا بقطعه كده اهوت، وترصيه في الطبق التقديم. بصوا بقى المنظر حلو قوي. بس انا حبيت احط الحته اللي الوسطانيه دي كده سليمه زي ما انتم شايفين كده. شكله حلو قوي ويفتح النفس بجد، والله العظيم فظيع خطير. حلو قوي مستوي واحمر من تحت ومن فوق. وبصوا مش هقول لكم بقى على الحلاوه، بصوا الصاج ما فيهوش ولا رزايه، ولا في واحد مطرشق ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. الله الله الله. حاجة تحفة كده، تحفة تحفة. بجد الفيديو ده يستاهل لايكات كتير قوي قوي قوي. هنجيب شوية شوربة كمان. انا كنت بحسب كده الفيديو خلص، لسه ما خلصش. انا هحط بقى شوية من الشوربة كده زي ما انتوا شايفين. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.